يا مساء الخير، جايه لكم النهارده في فيديو جديد. لا، هو مش فيديو جديد، هو فيديو غريب. انا عن نفسي الطبق ده اول مره ان انا اشوفه، ولما جربته عجبني جدا جدا. عندنا في الصعيد اكتشفت طبق جانبي بيتحط وسط الاكل على السفره او على الطبليه. هو ايه؟ عباره عن باميه، بس باميه معموله بطريقه حلوه جدا. لو اي حد اول مره هيدوقه زيي هيعجبه جدا. لو مثلا بتفطري بفول بطماطم وبطاطس مهروسة وجبنة وبيض، بتلاقي الطبق ده مكان طبق المخلل وسط الأكل. تمام. لو مثلا عاملة أكل بامية فاصوليا رز كده، بتلاقي مكان طبق المخلل طبق البامية ده. بامية النهاردة بس معمولة بطريقة حلوة جدا وجديدة عليا بصراحة. لو انتوا كمان الطبق ده أول مرة تجربوه وتشوفوه، واول مره تعرفوا الطريقه دي، ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل علشان الفكره والمعلومه توصل للناس كتيره. يلا نشوف الطبق بتاعنا عباره عن ايه. معانا باميه، بس باميه هنا شرط ان هي تكون حجمها كبير، غير الباميه الصغيره خالص، لان الباميه دي هتتقلي. وطبعا لو الباميه صغيره قليتيها مش هتلاقيها استوت، فمش هتلحقي تعملي بيها باقي الوصفه. معايا بقى الباميه هنا لازم تكون شرط من الاتنين، تكون باميه كبيره، وكمان تكون باميه مش عجوزه. يعني ايه عجوزه؟ عندنا في الصعيد بيقولوا عليها باميه شيخه. يعني ايه شيخه؟ يعني لما تيجي تضربي السكينه فيها تلاقيها اتقسمت معاكي على طول. وهتلاحظوا برضو في نفس الفيديو هتلاقوني ان انا باجي اقسم بالسكينه الباميه، احوش الاطراف بتاعتها. في باميه هتتقسم معايا وفي باميه مش هتتقسم معايا. هتلاحظوا ان انا حطاها في الطبق دي ما اتقسمتش معايا، استبعدتها. دي مش هينفع ان انت تقليها، هتحسي ان انت بتاكلي حاجه زي الخشب. فهنا لازم تكون الباميه بتاعتك باميه حلوه، يعني حجمها كبير بس مش عجوزه. هعملها بقى بطريقتين، نوع هقسم الباميه لحد الاخر، ونوع هقسم الباميه هفتحها فتحه زي ما بتعملي البتنجان المخلل المحشي بالدقه، دقه التوم. تمام يا ست الكل. خلاص لحد كده جبنا الباميه وغسلناها كويس هي وسليمه، وبعد كده حشنا الاطراف بتاعتها وقسمناها نصين، وفي جزء منها فتحناه فتحه كده علشان هتتحشي معانا. هتتحشي ايه هقول لكم دلوقتي، بس يا ريت ما تنسونيش لايك وشير وتعليق حلو لحنان اللول. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، وبصراحه الطبق ده كان غريب عليا جدا، ولما دقته عجبني جدا. خلاص خلصت معايا الباميه اللي عملتها على نوعين، هيبقى معايا الصنفين دول من نفس الباميه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنروح مجهزين كام فص توم، ومعايا قرنين فلفل حامي الفلفل الاحمر، ومعايا كمون وحبه ملح. وعايزه اقول لكم كمان هحتاج رشه ملح فلفل اسود، يعني الفلفل الاسمر. تمام، بملح او من غير ملح، انت كده كده عندك الملح. هنجيب الباميه نقليها، بس هقلي انهي جزء الاول؟ اللي انا قسمته نصين لحد الاخر. هقليها من غير اي حاجه، وهطلعها في طبق، وهرش عليها عصره ليمون وكمان حبه فلفل اسمر بالملح. تمام كده اول طبق خلص معايا. عايزه اقول لكم دوقوه هيعجبكم جدا. النوع التاني بقى، وانت جايه تشوفي النوع التاني ما تنسيش تعملي لي لايك اللي انت نسيتيه. هجيب معلقه الثوم المفروم بالفلفل اللي انا قلتلك عليه والكمون، هشوحهم على البوتاجاز في الطاسه تحت الزيت. تمام يا ست الكل. حاولي ان انت ما تكتريش الزيت في الوok اللي معاكي علشان ما تهدرهوش. اول ما تبدا تدبل معايا وتلاقيها ان هي خلاص اتحمرت، هروح مطلعاها. معايا معلقه من الثوم اللي انا استخدمته قاعده معايا لسه توم فريش، هجيبها واحط عليها عصره ليمون، وهحشي بيها نوع الباميه اللي مفتوح فتحه زي ما انا بوريكم دلوقتي. ضفت عليه طماطمايه وحشيت بيها الباميه. كده الوصفتين معايا كملوا، ومعايا الطبقين موجودين. اسيبكم في رعايه الله. كانت معكم حنان اللول.